الفيديو ده لكل واحدة نفسها تعمل تورتة، بس هي في الأساس أصلا ما بتعرفش تعمل الكيك. فهنعمل النهاردة مع بعض وصفة بسيطة جدا جدا جدا. هنعمل كيكة بسيطة وهنعمل منها تورتة، يعني هنعمل تورتة كدابة كده لأي حد عاوز عيد ميلاده. عيد ميلاد حد قريب منه، تنفع قوي لعيد الحب قريب. تنفع كمان لأعياد الجواز. بسيطة جدا وسهلة وبتزيين أقل من العادي، ولكن في الآخر الشكل هيبقى تحفة جدا وكمان طعمها يهبل. كل اللي احنا هنحتاجه هي مكونات كيك عادية خالص، هنعملها كمان بالزبادي. في البداية وأهم حاجة ببطن الصينية بتاعتي كويس جدا بمسحة زيت أو زبدة وشوية من الدقيق، وده مهم جدا لأن احنا محتاجين إننا نقلب الكيكة بتاعتنا، فلازم تبطنوها كويس. ولو حبيتوا كمان تحطوا ورقة زبدة، ولكن ورقة زبدة مظبوطة عشان ما تبانش فيها كرمشة في الآخر، حطوا طبعا. بعد كده عندي بقى دقيق، وعندي كمان 4 بيضات، وكل المكونات بدرجة حرارة الغرفة. عندي كوباية كاملة من الزبادي بدرجة حرارة الغرفة برضو، مش من التلاجة. عندي سكر من كوباية لكوباية وربع، وعندي نص كوباية من الزيت. بالمناسبة كل المقادير هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف زي ما تعودنا. وعندي باكت من البيكنج باودر، وعندي اخر حاجة الفانيليا. البيت حطيته كله في قلب البول اللي هشتغل فيها. وبعد كده يا اما تعملوا المضرب الكهربائي، يا اما كل الخطوات دي تتعمل في الخلاط، مفيش اي مشكلة. ببدأ ضرب في البيض وبضيف عليه السكر وبرجع اضرب كويس جدا. الخطوة دي مهمة عشان تدينا كيك فلافي اكننا بناكل تورته بالظبط. حطيت الفانيليا وهرجع اضرب تاني بتاع مثلا 5 دقايق 7 دقايق. كل ما بتزودي كل ما القوام الكيكة بتاعتك في الاخر تبقى شبه التورته بالظبط. الخطوة دي تقدروا تعملوها في الخلاط زي ما قلت لكم. نيجي بقى هضيف اضافة بس بسيطة جدا، وهي بشر ليمونة. بشر الليمونة في الكيكة دي او كيكة الزبادي عموما انا بحب اضيفها، بتديها طعم حلو جدا. حطيت بشر ليمونة كاملة، ولكن باخد القشر بس من بره، الطبقة البيضة مش بضيفها خالص عشان ما تمررليش الكيكة بتاعتي. بخلص كل قشر الليمون عندي كده وبقلب المبشرة من ورا عشان لو في اي قشر زيادة بنزله مع الخليط. برجع اضرب من تاني كل الكلام ده مع بعض، وبرضو بستمر في الضرب لحد ما احس ان القوام بتاعي بقى خف خالص وبقى قوام فلافي كده، وجاهز ان انا اضيف عليه الزيت. هضيف الزيت في المرحلة دي بالتدريج، ولو انتوا هتستخدموا الخلاط بتشتغلوا الخلاط عادي جدا، وهو شغال بتشيلوا الغطا بتاعه. لو انتوا ما عندكوش الفتحة اللي بتتشيل دي فبتشيلوا الغطا وبتحطوا وهو شغال سرسوب كده من الزيت بينزل واحدة واحدة. وبعد كده بتغطوا عادي خالص وبتكملوا بقى الإضافات. هضيف كمان الزبادي عندي، وقفت المضرب خالص علشان اقدر انزل كل كمية الزبادي اللي عندي. دي تقريبا 250 جرام من الزبادي. لو متاح ان انتوا تستخدموا الزبادي اللي بنكهة الفانيليا بيفرق جدا في الكيكة دي، بيبقى طعمه حلو قوي. حطيت كل الكمية اللي عندي ورجعت اضرب تاني بالمضرب عشان كل الزبادي يختلط مع خليط السكر والبيض والزيت وكل الكلام ده. نيجي بقى للمكونات الجافة اللي هي الدقيق. كوبايتين من الدقيق هضيفهم على مرتين. انا طبعا نخلتهم قبل، يعني بعد ما اوزنهم نخلتهم. حطيت الكمية الأولى وحطيت عليها البيكنج باودر، وبقلب بالمضرب كده بالراحة من غير ما أشغله خالص. أول ما كل الدقيق عندي يختفي بديها بس ضربتين 3 كده، مش أكتر من كده، وبوقف المضرب وبضيف باقي الكمية كمان. يعني حطيت مقدار الدقيق كل كوباية مرة واحدة. برضو بحط المقدار التاني بقلب كده بالمضرب من غير ما اشغله، وبعد كده بضرب المكونات كلها مع بعض. في المرحلة دي اصلا الكيكة ما بتحتاجش ضرب بالمضرب، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اضربها بالراحة خالص عشان لو في اي تكتلات من الدقيق توفر عليا الوقت بدل ما اقعد اعملها بالسباتيولا. بجيب بقى السباتيولا وبنزل كل الجوانب في قلب الكيكة نفسها،
عشان مفيش اي دقيق عندي يبقى موجود او اي تكتلات تسبب ان الكيكة في الاخر تطلع فيها تكتلات كده بعد السوا. نجيب بقى الصينية اللي احنا بطناها كويس بالدقيق والزبدة. يفضل في الأنواع دي من الكيكات أو الكيكات عموما والحلويات الشرقية بتاعتنا نستخدم الصواني الألمونيوم. حطيت كل كمية الكيكة وبدأت أضرب كده خبطتين 3 على السطح بحيث كل الفقاعات اللي جوه الكيكة تطلع بره عشان ميبقاش فيه فراغات كبيرة في الكيكة. كل ما الكيكة كانت مسامها ضيقة وفراغاتها صغيرة كل ما بيبقى قوامها أنعم وطعمها أحلى بكتير. جبت كمان اللي هو السيخ بتاع الشوي ده وبدأت أعمل الزجزاج اللي انتوا شايفينه ده، برضو يساعد ان لو في اي هواء او فقاعات في قلب الكيك خلاص تتفك يعني او ما تبقاش موجودة. الفرن عندي بقى على 170 من اول ما ببدأ اشتغل في الكيكة، و170 مش بعليه وبرجع اظبطه على 170. كل الحاجات دي مهمة جدا عشان الكيكة تطلع معاكي مظبوطة. بتقعد تقريبا من 35 ل 40 دقيقة في الفرن، وما تفتحوش عليها قبل الفترة دي. يعني الفترة دي او الوقت ده يعدي نص ساعة نص ساعة و5 تبدأوا تفتحوا عليها، وما تفتحوش الفرن بالكامل، بتوربوا بس عشان تشوفوا هي استوت ولا لا، وبتشيكوا عليها بسيخ او بعود خشبي وتشوفوا اذا كانت مستوية من جوه. بتطلعوها مش مستوية بتهدوا عليها النار اكتر عشان في الوقت ده بتكون خلاص الاحراج بتاعتها غامقة، فبتهدوا عليها النار اكتر وبتسيبوها براحتها لحد ما تستوي. بس كده بتطلع معايا. بحطها بقى على اي ستاند للكيك او شبكة الفرن كمان، اي حاجة بس تطلع منها البخار ما تكتمهاش، يعني بيبقى مخرمة كده زي شبكة الفرن. ولو انتوا في اي حاجة من الحاجات اللي انا بشيلها دي موجودة بتبقى من تكتلات الدقيق والزبدة اللي مبطنين بيها الكيكة ممكن تشيلوها عادي. انا بقى قلبتها على وشها لاني انا هزينها يعني على القاعدة بتاعتها، بس هسيبها بقى تهدى تماما. وبعد كده هنعمل مع بعض خطوتين 2 من ابسط الخطوات اللي ممكن تعملوها، هي تشريبة الكيك. تقدروا تعملوا الخطوة دي وتقدروا ما تعملوهاش. انتوا شايفين قوام الكيك طري جدا، ولكن زي ما قلتلكوا انا حابة اعمل معاكوا تورته بسيطة. حطيت نص كوباية من اللبن، واللبن ساقع عادي خالص ومن غير اي سكر. لو حابين تحطوا سكر عندكم حليب مكثف محلى هيبقى زي الفل، يبقى طعمه حلو. انا حطيت لبن وبس، انا في العموم ما بحبش الحاجة تبقى مسكرة قوي. بس كده هشرب بقى، وحسيت ان الدنيا هتتبهدل قوي مني فحطيت صينية الفرن تحت الشبكة كده وهبدأ بقى اسقيها براحتي خالص. انا سقيتها بكل كمية اللبن اللي حطيتها قدامكم، يعني النص مج اللي انتوا شايفينه ده حطيته كله على الكيكة. ما تقلقوش خالص مش هتفتت، وتقدروا كمان تزودوا كمية اللبن زي ما انتوا تحبوا، يعني ممكن تاخد معاكم لحد كوباية كاملة مش هتقولكوا لا ومش هتفتت ولا اي حاجة. هخلص بقى كمية اللبن كلها اللي عندي وبس كده. تقدروا كمان تعملوها لو عندكم الشربات بتاع الكمبود اللي هو بيبقى جاهز ده، بس انا مش بفضله الحقيقة بيبقى مسكر قوي. تقدروا تعملوا لها كمان شربات خاص بيها، ولكن اللبن بالنسبة لي كافي. خطوة مهمة بقى، بعد ما تسقوها على طول لازم تحطوها في الطبق اللي هتقدموها فيه، ودي مهمة علشان ما تجوش تستنوا لحد ما تتشرب وتيجوا تنقلوها تحسوا ان هي هتتفتت معاكوا كده وقوامها ما يتظبطش. نيجي بقى للكريمة. احنا اتفقنا ان احنا نستخدم ابسط حاجة في كل المكونات بتاعتنا. عندكم يا اما كريم شانتيه يا اما كريمة عادية بتاعة ضرب الحلويات اللي هي كريمة الحلويات العادية. انا عندي الكريمة دي وعندي اكياس الكريم شانتيه هضربهم مع بعض. انا عندي الكيس بتاع الكريم شانتيه ده بيحتاج 200 ملي من اللبن او من الكريمة الساقعة، فانا حطيت 200 ملي بتوع الكريمة وحطيت عليهم كيس من الكريم شانتيه ده تقريبا 125 جرام. هسيب لكم كل المكونات في صندوق الوصف ان شاء الله. هضرب بقى كل الكلام ده، هفتح المضرب في الاول على سرعة هادية وبعد كده واحدة واحدة هعلي، واول ما القوام عندي يتماسك بوقف ضرب تماما علشان الكريمة عندي متفصلش. خلاص بقى المرحلة دي كانت عندي الكريمة اتمسكت كويس، مش هبالغ في الضرب بيها عشان زي ما قلتلكوا الكريمة ما تفصلش مني. هوقف المضرب وبعد كده هبدأ استخدمها على طول. عندي بقى القمع بتاع البروفيترول ده
وممكن تستغنوا عنه خالص، او لو مش موجود عندكم مش ضروري ان انتوا تشتروه. مجرد ما هتجيبوا كيس الحلواني اللي بتحط فيه الكريمة وبس تقطعوه قطعة صغيرة شوية، هينزل معاكم نفس الفكرة او نفس الموضوع، لان هو القمع ده ما بيبقاش فيه شكل، هو بس الفكرة ان هي بتنزل قطعة من الكريمة على شكل دايرة. عندي بقى الكيس الحلواني خلاص جهزته، حطيته في كوباية كده وفتحته بس بايديا كده بحيث ان الكريمة تنزل على طول على تحت، وهبدأ اخد كمية الكريمة وانزلها كده تحت. وانا بعمل احاول على قد ما اقدر ان انا اضغط كل كمية من الكريمة انا حطيتها، بحيث ان ما يبقاش في اي هوا بين الكريمة وبعضها، عشان الشكل بتاعي ينزل من القمع سليم وما يبقاش فيه اي فراغات او فيه اي هوا عندي. خلاص انا كده الكيكة عندي بردت تماما، الكريمة عندي جاهزة، وهبدأ ان انا اشكلها. بتعملوا ضغطة بسيطة كده بالحجم اللي انتوا تحبوه بقى. انا استخدمت الحجم الوسط، لا هو كبير ولا هو صغير، وببدأ امشي على الاحراف بتاعة الكيكة بتاعتي. وحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تعملوا يعني الفراغات تبقى متساوية بين كل واحد او التانية عشان يبقى شكلها مظبوط، وكمان حجم البامبنج في كل مرة تبقى واحد، يعني كل الكور كده تبقى على قد ما تقدروا تبقى حجم واحد. بس بخلص اول جزء من بره، وبعد كده برجع ادخل على جوه شوية، وببدأ اعمل نفس الفكرة برضو داير داير على نفس اللي هو الطرف بتاع التاني، ومن جوه برضو بعمل 3 وحدات كده. حابين ما تخلوش فيه اي فراغات في الكيكة براحتكم، ولكن انا كنت حابة الشكل ده علشان هحط وسط الفراغات دي قطع من الفراولة. استخدمت بالظبط في الوصفة دي 3 فراولات وقطعتهم اربع كده شرايح يعني، وعندي فراولاية واحدة بس قطعتها نصين. هبدأ بقى اعملهم بالشكل اللي انتوا عاوزينه. انا عملتها عشوائي كده، الفراغات اللي عندي في الكيكة بدأت ان انا احط جواها، ما حبيتش ان انا احط على الكريمة نفسها عشان يبقى شكل الكريمة باين عندي. عندي بقى اخر حبة فراولة اللي قلتلكوا عليها، قطعتها بس نصين وسبت فيها العنقود الاخضر بتاعها، واديتها في الاخر كده رشة من السكر البودر، بيبقى شكله حلو قوي على الفراولة وعلى الكيكة كده، تحسوا ان هو شكل تلج. الكيكة كده عندي خلصانة مش محتاجة اي حاجة. بس انا كان عندي البامب بتاع الجليتر ده بتاع الكيك او البسكوتات عموما، فحبيت ان انا اديها بختين 3 كده، اديتها في الاخر شكل حلو جدا من غير ما افور، كان بس فيها لمعة بسيطة خالص. الكيكة عندي خلصت، بلاش نقول الكيكة بقى، نقول التورتة عندي خلصت. وخلينا نضحك على الناس كده، لو انت جايلك ضيوف وحابة ان انت تقدمي لهم حاجة شيك في نفس الوقت بسيطة عليكي من غير ما يكون في اي مجهود. لو عندك عيد ميلاد وانت اصلا بتخافي تعملي تورت، او ما بتبقيش عارفة تعملي الكيكة نفسها بوظ منك، فدي بسيطة جدا، مفيش ابسط من كده. اتمنى كل الناس اللي حاسين ان الموضوع صعب قوي يجربوا الوصفة دي ويعملوها بنفس التكنيك كده، ومفيش فيها تكنيك ولا حاجة الحقيقة، يعملوها بنفس الخطوات هتلاقوا ان هي بسيطة جدا عليكم. وفي الاول وفي الاخر بقى، والاهم من كل ده، ان طعم الكيكة كان تحفة، كان رهيب حرفيا، طري جدا ومتشرب كده ومتسقسق حلو بقلب الحليب اللي احنا حطيناه، كان طعمه يجنن. وكل ما هتسيبوها على فكرة هيبقى طعمها حلو جدا. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش لو بتعجبكم وصفاتي وبتعجبكم القناة بتاعتي تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا اشتراككم، وكمان تندهوا صحابكم عشان يشوفوا القناة معاكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب. مع السلامة.